العقد في القانون المدني معناه إن في اتفاق حصل بين شخصين أو أكتر. الاتفاق ده بيكون هدفه إنه ينشئ الالتزام أو ينقله أو يعدله أو حتى ينهيه. يعني ببساطة أي وقت اتنين بيتفقوا على حاجة ويترتب على الاتفاق ده أثر قانوني، يبقى كده إحنا قدام عقد. والعقود المدنية بتدخل حياتنا اليومية من غير ما نحس، يعني زي عقد البيع وعقد الإيجار وعقد العمل وعقد المقاولة. ومش شرط تكون مكتوبة في ورق كل العقود دي، لأن الأصل في العقود إنها رضائية، يعني بتتم بمجرد التراضي بين الأطراف. يعني ممكن اتنين اتفقوا على عملية بيع مثلا في وجود شهود، هنا بيكون تم إبرام العقد وإثباته بشهادة الشهود بدل الكتابة. وطبعا ده إلا إذا القانون اشترط شكل معين، مثلا في بعض التعاقدات بيكون الكتابة شرط لصحة العقد والاتفاق. طيب، والعقد عشان يكون صحيح لازم يقوم على أركان أساسية. أول ركن هو الرضا، والرضا معناه إن إرادة كل طرف تكون سليمة، وفي إيجاب من طرف وقبول من الطرف التاني. فلو الرضا شابه عيب زي الغلط أو التدليس أو الإكراه، يبقى العقد قابل للإبطال. الركن الثاني هو المحل، والمقصود بالمحل هو الشيء اللي الالتزام بينصب عليه. يعني لازم يكون المحل ممكن، فما ينفعش مثلا الاتفاق يكون على بيع البحر أو السماء مثلا. ولازم يكون مشروع، يعني ما ينفعش الاتفاق بيع مثلا يكون على شحنة مخدرات ونسميه عقد صحيح. ولازم يكون معين أو قابل للتعيين، يعني بمعنى انه ما ينفعش شخص يأجر لواحد شقة مثلا من غير ما يحددها ويقول انهي شقة بالضبط ومكانها فين والدور الكام وهكذا. فما ينفعش ان انا اجر لك شقة واقول انا اجرت لك شقة في العموم كده وخلاص. وكمان العقد ما ينفعش يكون على شيء مستحيل او شيء مخالف للنظام العام او الآداب او شيء غير محدد. الركن الثالث هو السبب، والسبب هو الغرض المشروع اللي دفع كل طرف للتعاقد. فإذا كان السبب غير مشروع يبقى العقد باطل حتى لو الشكل الخارجي للعقد سليم. يعني مثلا سين أجر شقة لصاد عشان يسكن فيها أو يأجر محل عشان يشتغل فيه، فهنا السبب مشروع. لكن لو سين عايز يأجر الشقة دي لصاد دي لغرض ممارسة الدعارة مثلا، فهنا بيكون السبب غير مشروع ويبطل معه العقد. والعقود لها أنواع كتير، في عقود ملزمة للجانبين زي عقد البيع، كل طرف ملزم بحاجة، وفي عقود ملزمة لجانب واحد زي عقد الهبة مثلا، اللي الالتزام فيه بينصب على الواهب فقط. كمان في عقود رضائية وهي القاعدة العامة، وفي عقود شكلية اللي القانون اشترط فيها شكل معين، زي مثلا تسجيل عقد بيع العقار، ده بيشترط أشكال معينة عشان يصح العقد ويصح التسجيل. فلو الشكل ده ما حصلش العقد ما بينتجش أثره القانوني. طيب، بعد ما العقد بينعقد بشكل صحيح بيترتب عليه آثار مهمة. أهم أثر إن العقد شريعة المتعاقدين، يعني كل طرف لازم ينفذ اللي اتفق عليه، وما ينفعش حد يرجع في العقد بإرادته المنفردة إلا في حالات إن القانون أجاز فيها كده. وفي النهاية، لو الفيديو ده كان مفيد بالنسبة لك فياريت تكتب لي في الكومنتات، وممكن أشرح لك أركان العقد بالتفصيل وكمان الأسباب بطلان العقود. وأشوفكم على خير.